قبل ما الشمس تغيب هقول لكم ازاي نحسن الانجليش بتاعنا. been there done that، هتعدي. المهم دلوقتي انت لو حد ما بتفهمش انجليش، انت مخك بيضحك عليك، انت فاهم. هقول لك على حاجه، انت او انتي بتتفرجوا على الفيديو دلوقتي، مثلا حد على الاقل مخلص ثانوي او في ثانوي او في اعدادي او كده. لو انت اصغر من ثالثه اعدادي فانت ازاي ماسك موبايل دلوقتي؟ انتوا اطفال، روحوا ذاكروا. ثانوي بنخلص فيه في الغالب جرامر الانجليش اللي هو بيفضل يتعاد على مدار السنين عشان English people are not creative enough. فطالما معانا الجرامر خلاص كده الحمد لله. دي ارخم حاجه في الانجليش عامه، الجرامر. لو انت معاك الجرامر فخلاص الموضوع منتهي. انا لحد اولى ثانوي مثلا كنت مش فاهمه انجليش. مشكله الامتحان بقفله تمام 10/10 نجمه، الف مبروك. بس لو حد كلمني بالانجليش مفيش. ف at some point قررت انه زهرة مش هينفع كده، شكلنا وحش جدا. ولاد خالاتي وبنات خالاتي كلهم بيتكلموا انجليش وانا شبه الفلوطه كده مش فاهمه حاجه. هنعمل ايه في الحوار ده؟ زهرة لازم نتصرف. فقلت اوكي، كلنا عندنا يوتيوب، ورقه وقلم واكتبي ورايا يا ست الكل. مش هنشوف بقى فيديوهات كيف تذاكر الانجليزيه في 5 ايام والحاجات دي، لا، سبتايتلز. يعني ايه سبتايتلز؟ سبتايتلز هو الكلام الانجليش اللي بيبقى انت مثلا بتتفرج على يوتيوبر اجنبي، شوف بقى يوتيوبر بيكتب الكلام اللي هو بيقوله تحت كده في الشريطه اللي تحت دي، خلاص كده شكرا. هنقرا، هنبقى بنسمع واحنا بنقرا. الموضوع هيبقى بطيء جدا في الاول، هتحتاج تبوز الفيديو وتوقفه كده عشان ايوه بتقول ايه بقى. في الاول كلنا كده، كلنا هذا الشخص عادي مفيش مشكله. وبعدين شويه شويه هنبدا نتعود، هنشوف الافلام كده سبتايتل انجلش، والمسلسلات كده هنتفرج بالكلام اللي هما بيقولوه، مش ترجمة عربي عشان نفهم. ده التحدي. بعدين هنشوف الاغاني، نشوف ترجمتها. لو بتسمع اغاني، يعني لو بتسمعوا شاطرين والله ربنا يهدينا جميعا. هنشوف دايما، هندور على حاجات انجلش بقى وكده، وانت فاهم تركيبة الجملة معانا كده كده دي في جبنا. طيب انا ما بفهمش الكلمات، انت فاهم الكلام، امال كنا بنعمل ايه من ابتدائي؟ ردوا عليا. مش كويس كده، كده وحش عادي، ما احناش كلنا مقفلين يعني كل الكلمات الانجليش اللي في الكون. انا اما بلاقي كلمه انجليش مش فاهمه معناها بروح على جوجل ترانسليت الكلمه الفلانيه، ترجمه، الشرح، بنفهم. at some point مخك اوريدي عشان انت بذلت مجهود بيحفظ الكلمه. هنفضل بقى نعيد الكلام ده كتير، انت تشوف السبتايتلز. انا مثلا الحاجات اللي ساعدتني ان انا كنت بقرا روايات انجليش. طب ما انا فاهمه اهو، طب ما احنا شطار اهو. عندك اوبشن تقرا حاجه انجلش، اوكي، وترجم عادي، بنترجم كلنا، الموضوع سهل. بنسمع كتير افلام، مسلسلات. بس انا عشان مش بحب اجت اميرست في فيلم او مسلسل او كده، يعني ما عدتش مهتمه بصراحه بالحاجات الاجنبي. فبتفرج على يوتيوبرز، اغلب الناس اللي انا متابعاهم بيحطوا سبتايتلز، بيحطوا الكلام اللي هم بيقولوه بالانجلش تحت كده. فده نفعني ان انا فاهمه وسامعه واقدر اعيد الفيديو كده عشان اجمع اكتر. بس حرفيا مش محتاجين تعملوا اي حاجه. معاكوا بادجت تجيبوا كتب انجلش هاتوا، معاكوش في مواقع اونلاين تقدروا تنزلوا من عليها، ابداوا بكتب اطفال عادي، حاولوا. بس دي اسهل حاجه، انه حرفيا ممكن لو استمرتوا على الحوار ده في شهرين هتلاقوا نفسكم لميتوا الدنيا، لميتوا حاجات كتير، هتلاقوا نفسكم لا احنا فاهمين، احنا بس ما بنحاولش، بس حرفيا مش اكتر. هي دي كل حاجات تقريبا اللي انا عملتها. يعني انا حد شاطر في الانجليش على الورق، بس ما كنتش لو حد كلمني ما كنتش هفهمه. فانا اشتغلت على نفسي انه انا ممكن اعمل conversations دلوقتي بالانجليش عادي، انا تمام، لو انا فاهمه اللي بيتقال وبرد وبعمل conversations كامله. بتوتر شويه ما بتكلم، بس عادي كلنا بنتوتر. انا اصلا بتلخبط في الكلام العربي وانا بقوله، ودي my native language، فعادي. المهم بس نحاول ونغلط ونعك وكده، بس يعني دي كل الحاجات اللي عايزه اقولها. باي.